السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة الفيديو بتاعنا جولة في سوهاج الجديدة في مدينة الطيور الذهبية. أنا عملت لكم فيديو قبل كده في مدينة الطيور الذهبية ورحنا المرة دي وكان فيه تجديدات وحبيت أوريها لكم. قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أقول لكم كل واحد فيكم ما اشتركش والله ما هيخسر حاجة لو اشترك. انا 3/4 الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي مش مشتركة في القناة وانا مش فاهمة ليه، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو انتوا فعلا من اخواتي وحبايبي مشتركين عندي في القناة ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. احنا كده في طريقنا لمدينة الملاهي. احنا كده خلاص اوريدي في سوهاج الجديدة وصلنا ورايحين على مدينة الطيور الذهبية. بصوا إيه، الشوارع حلوة قوي وهادية، ويعني عايزة اقول لكم راحة نفسية. كل الناس اللي لسه ما راحتش سوهاج الجديدة لو عايزة تغيري نفسيتك يا ريت تروحي هناك، قضي يوم متعة. بصراحة متعة، الهوا نفسه ريحته جديدة، يعني غير الهوا اللي كله دخان وكله من حاجات العربيات. هنا لا، هناك الهوا نقي جدا لان العدد السكاني مش كبير، فما فيش عوادم سيارات كتير. ففعلا فعلا انا كل ما بروح سوهاج الجديدة برجع نفسيتي كده مرتاحة، والولاد عندي بيبقوا مش عايزين اصلا يرجعوا. احنا كده خلاص قربنا على المدينة، مدينة الطيور الذهبية. المقدمة دي انا عاملاها لكم بالليل على فكرة، والفيديو انا عملته في النهار لاني انا نسيت اعمل المقدمة اصلا بتاعته، كان المفروض اعمل واحنا رايحين، بس فللأسف عملته كده في يوم تاني واحنا رايحين بالليل. احنا كده وصلنا خلاص اهي مدينة الطيور الذهبية. هنركن العربية وندخل على طول على الجنينة. احنا كده دخلنا. انا مرضتش اصور من اول الدخلة بره خالص، لان النهاردة كان رحلات مدرسية كتيرة جدا جدا جدا. تقريبا هما مجمعين كل المدارس اللي كانت طالعة رحلات للمدينة النهاردة، بس فمرضتش اصور لان كان في بنات كتير قوي واقفة على البوابة. احنا كده دخلنا في الطريق ده، قبله في الملاهي انا صورتها لكم في الفيديو اللي فات. وفي قاعدة برضو قدام الملاهي، وفي ايه تاني وحمام السباحة، الدريم بارك، الاكوا بارك، دريم بارك ايه معلش الاكوا بارك. وبكده بصوا الخيم اللي على الشمال دي جديدة برضو. الخيم دي مشاوي، تمام. يعني لو انتوا رايحين كأسرة وهتشوا الكلام ده في الخيمة دي. الجنينة دي في وراها سيشن، عاملين اشكال كتير تتصوروا بيها وكده، بس انا برضو معرفتش اصور عشان في بنات كتير. ودي الآنسة لوجي بنتي. عايزة اقول لكم المكان الصبح تحفة، بس مشكلته ان كان اليوم ده حر والشمس كانت سخنة قوي. لكن لو في الشتاء روحوا من اول الصبح، بصراحة جميلة جدا. انا مش عارفة المواعيد بتاعتها بصراحة بالظبط كل يوم ايه، لان هي كانت مواعيدها من 4 العصر. في الشتاء هتبقى مواعيدها ايه مش عارفة. اليوم ده عشان الرحلات فهم كانوا فاتحين من 9 الصبح. تمام. احنا كده بنخلص الممر ده. الممر ده
في جناين على ايديكوا اليمين في جنينة خاصة بالسيشن وكل الاشكال، وعلى الشمال المشاوي والخيم اللي وريتها لكم. وبعد السيشن على اليمين برضو في جنينة مفتوحة للناس اللي عايزة تقعد بقى قاعدة في الارض والكلام ده. هنا بقى برضو ايه الجديد تاني؟ الملاهي دي. الملاهي دي غير الملاهي اللي في اول الحديقة. الملاهي دي في الباب الخلفي، عند الباب الخلفي. يعني انتي لو هتدخلي من الباب الخلفي بتاع الحديقة هتلاقي فيه قاعدة وملاهي وكل حاجة، لان الجنينة ما شاء الله 14 فدان. ففي ناس بيبقى صعب انها تمشي ده كله، يعني احنا عشان نمشي من اول البوابة الامامية لغاية الملاهي دي مشوار مشوار كبير. حتى احنا قلنا يا ريت يعملوا نظام طفطف كده جوه المدينة، منها فسحة للاطفال ومنها يعني عشان ما نتعبش. فالملاهي دي برضو حلوة خالص، فيها حاجات جديدة عن الاول الحديقة. وقدام الملاهي هنا في الحصان اهو. دي انا صورتها لكم المره اللي فاتت برضو، اللي عايز يركب خيل. في هنا تأجير الموتوسيكلات دي، انا مش عارفه هي ليها اسم بس انا مش عارفه اسمها. بتتأجر. في برضو تأجير تقريبا، في تأجير عجل. انا بحاول ما اجيبش حد بصراحه، يعني على قد ما بقدر، يعني على قد ما بقدر بحاول ما اجيبش الوشوش، لاني معظم الرحلات كانت بنات كبيره، فما كنتش عايزة اظهر حد كتير. بصوا القعدة دي قعدة حلوة قوي كده، احنا قعدنا فيها طبعا عشان فيها الحاجات الضليلة دي، الشماسي. في وقت التصوير ده بقى كان معظم المدارس خلاص مشيت، وكان باقي كان مدرسة. يعني هناك كان القعدة دي فيها ملاهي، مش ملاهي، مراجيح مجانية، وفيها قعدات برضو وترابيزات. بس كان فيها رحلة برضو معرفتش اروح اصور، بس مصورها لكم في الفيديو اللي فات للناس اللي مش عايزة تركب الملاهي دي. حديقة الحيوان. انا بصراحة ما دخلتهاش. هي حديقة الحيوان ليها تذاكر غير التذاكر اللي بره. تذاكر مدينة الطيور الذهبية 10 جنيه الفرد، تمام. حديقة الحيوان انا مش عارفة تذاكرها بكام لاني ما دخلتهاش، يعني ما حسيتش فيها، يعني هي عايزة اطفال، فانا ما حسيتش فيها حيوانات مميزة تخليني ادخل. هي فيها نعامة تقريبا وشوية بط على شوية حاجات كده. دي العجل برضو، كل العجل ده تأجير. عشان انتي لو مش رايحة، لو مش رايح طفلك بالعجلة بتاعته وعايز يلف، بياخد العجلة يلف بيها. هنا برضو بصوا الملاهي اللي على الشمال دي شكل جديد. كده احنا بصوا خدنا اللفة وراجعين، بس يعني برجعكم من ناحية تاني. هنا ملعب الكورة. الملعب حلاوته ان هم عاملين اتنين، واحد للسن الكبير وواحد لسن الاطفال، عشان ما يبقاش في لخبطة والكبار يلعبوا مع الصغيرين والصغيرين يقعوا. فلا، حلو قوي النظام ده، ان الاطفال ليهم مكان مخصص بيهم. في برضو نطاطة للاطفال، دي تقريبا ما جاتش في التصوير. وده ممشى تاني من بعد ملعب الكورة. هيخرجنا بقى، يعني هنخرج ونرجع تاني لبره. اللي لسه معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه ما اشتركتش بعد المقدمة الطويلة العريضة اللي انا قلتها اول الفيديو، يا ريت تشترك. واللي هيعمل اشتراك يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل الفيديوهات. لما هتفعلوا زر الجرس اي فيديو هنزله هيجيلكوا الاشعار. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفكم في فيديوهات كتير جاية بإذن الله. سلام.